السلام عليكم. النهارده عايزين نعمل الديكور على الرسمه دي باللزق ده. يلا نشوف. خلينا نبدا كده على طول. هناخد الكرتونه اللي احنا الكرتونه اللي معانا اللي هي 20 في 20 دي، وثبتها في نص المساحه اللي احنا عايزين نعملها بالشكل ده. يعني مش كده، لا، نخليها بزاويه كده، تمام، في النص تقريبا. يعني انا مش واخد مقاسات. هبدا ارسم الكرتونه دي كده، وكده الكرتونه دي خلصت رسالتها. لازق 5 سم، وهثبت كده على بداية المربع من هنا، وهنكمل كده نفس الحكاية كده. ومن هنا نفس الحكاية. وأخيرا من هنا نفس اللزق ال5 سم. خلينا نعمل خطوات تانية. هنلزق كده، وهنلزق كده، وهناخد دي ونحطها هنا. هنعملها مقاس يا جماعة، ونبدأ نلزق بعدي، ونكمل نفس الحكاية. عرفنا الطريقة اللي احنا هنلزق بيها باقي الشكل، فما فيش داعي ان احنا نكمل حركة سحرية. هناخد رولة الدهان، وهناخد لون، يعني انا مش عارف هو سيمون ولا داخل على بني، ما علينا. المهم انت لو عايز تعمل اللون ده ممكن تعمله جاهز تلونه، وممكن لو عايز تعمله على ايدك لون سيمون او برتقالي، تمام. وهتحط معاه بني وشوية اسود، يطلع معاك اللون ده ان شاء الله. هنبدأ ندهن المساحة اللي احنا لزقناها. طبعا ممكن تدهن اي لون، يعني مش لازم اللون ده. ممكن تدهن اسود، تخليها ابيض اسود كما هو المعتاد يعني في الديكورات دي. او ممكن تدهن اللون ده، انا ادهنه النهارده كلون يعني كنوع من التغيير يعني. كانت لحظة الحقيقة. نخلع اللزق ونشوف الشكل اللي هيطلع معنا.